دي تشكيلة الموسم من الدوري المصري: حارس المرمى لطفي وكريم الديب، ده انا معرفوش بصراحة، بيلعب في المصري. رامي ربيعة، علي جبر، الشيبي، كندوسي، ابراهيم عادل، عاشور، زيزو، الشحات، وسام ابو علي. مع ان زيزو اخر كام ماتش اصلا مع الزمالك ما لعبش، بس هو يستاهل طبعا يبقى محطوط في تشكيلة الدوري. نستاهل نشوف ياسر ابراهيم مكان علي جبر. انا ده رأيي الشخصي، ان انا استاهل اشوف ياسر ابراهيم، لانه سبب من الاسباب الاساسية ان الدوري راح للاهلي. انقذ كذا فرصة من على الخط الموسم ده في ماتشات الاهلي، وعمل اداء هايل بصراحة. ورامي ربيعة طبعا عمل موسم حلو جدا، بس انا شايف ان ياسر ابراهيم كمان كان يستحق يتحط مكان علي جبر بصراحة. تشكيلة منطقية طبعا. وسام ابو علي لازم يبقى المهاجم الاساسي. الراجل كان على وشك انه يدخل في الهدافين بتوع الدوري بعد ما كان اصلا غايب عن الدوري عشان الاصابه، بس في اخر ماتش عشان جايب 4 تجوان. حسين الشحات انا شايف ان هو ما يستحقش قوي. انا شايف انه طاهر محمد طاهر، بس طاهر محمد طاهر كان مصاب تقريبا طول الموسم يعني. بس انا مش شايف برضو ان الشحات يستحق، لانه ما كانش برضو على قد المستوى في الموسم ده. ما كانش بينزل كتير، ما كانش احسن حاجة لما بينزل. فانا حاسس انه لا، ممكن يبقى في لعيبة تانية في الدوري المصري تستاهل تبقى مكان حسين الشحات. بس تشكيلة تعتبر بنسبة 90% منطقية.